الشتا الجميلة بدأت، يلا بينا نملى البيت بريحة العجين ونعمل أحلى قراقيش مع أحلى كوباية شاي، ونسمي بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. أنا معايا كوباية من الحليب، هحط عليهم معلقتين من السكر وده على حسب الرغبة، عايزة تزودي براحتك معلقتين تلاتة براحتك. وهحط كمان معلقة من الخميرة وهبتدي أركنها على جنب. نيجي بقى للدقيق. هنجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، وهجيب كوباية إلا ربع من السمنة، وكمان نص كوباية من الزيت. وهقول الزيت والسمنة ليه، وهقول كمان السمنة إذا كانت مقدوحة أو لأ. ومعايا كمان معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وكمان معايا معلقتين من السمسم. كده مكوناتي كلها جاهزة وهبتدي إن أنا أقلب. نيجي بقى للنقطة المهمة. أنا هحط السمنة بتاعتي دي لو هناكل القراقيش في وسط الأسبوع، تمام. انت عندك مدة صلاحية ليها لمدة أسبوع، تعمليها بدرجة حرارة الغرفة. لو هتعمليها مثلا تقعد معاكي أكتر من الأسبوع، تقدري ان السمنة دي ان انت تقدحيها على النار علشان تقعد معاكي وقت أطول، وما تخليش فيه ريحة للقراقيش اللي انت عاملاها. تمام كده معايا. نعجن بقى العجينة بتاعتك، كل المكونات اللي فيها كلها ونشوفها كده. وبعد كده بصي دايبه خالص من قبل ما احط لها اللبن ولا الخميره. ليه انا حطيت ميكس من الزيت والسمنه؟ علشان تديني هشاشه وطراوه وخفيفه، تبقى خفيفه معاكي القراقيش ما تبقاش تقيله. هبتدي ان انا احط اللبن بتاعي حبه حبه، مش هحطهم كلهم مره واحده، علشان طبعا نوعيه الدقيق بتختلف من مكان لمكان. وهعجن العجينه بتاعتي كويس جدا. تمام كده انا خلصت العجينة. تعالي نختبر بقى العجينة، نشوف العجينة كويسة ولا نشوف العجينة ناقصة حاجة. انا هاخد قطعة من العجينة بتاعتي كده وهحطها كده على ايديا وهجربها. لو العجينة معايا مشققة، بصوا بس زي ما انت ما شايفة كده، لو العجينة معايا مشققة هتحتاج يا اما لبن يا اما شوية مية. يعني عندك لبن حطي، عندك شوية مية حطيهم. بس لو لقيتي العجينة مش مشققة هتشتغلي بيها وزي الفل زي ما انا عاملاها كده. انا عندي كده مقاديري كويسة وجميلة من بدون اي اضافات، ولا حطيت فانيليا ولا حطيت فيها اي حاجة ولا اي منكهات فيها. نيجي بقى لو انا عايزة اعملها بالعجوة، هجيب حتة عجوة علشان ادوبها، حطيت لها معلقة من الزيت، وبدل ما هحط قرفة انا حطيت لها عودين من القرنفل. برضو هيديها طعم وهتديها طعم مختلف غير القرفة. ولو عملتيها بنفس الطريقة هتلاقي ان هي اختلفت كتير عن القرفة. وهبتدي اني انا اعجن عجينة البلح كويس جدا، العجوة، لحد ما تبقى دايبة معايا واقدر اني انا اشتغل فيها زي ما انتي ما شايفة كده، طرية خالص معايا. ونبتدي نركنها على جنب ونشوف العجينة بتاعتنا زمانها خمرت. انا خمرتها في مكان دافي لمدة نص ساعة، وبعد كده طلعتها قطعتها كويرات كده زي ما انتي ما شايفة، وهنبتدي ان احنا نشتغل فيها قطعة قطعة. نيجي لأول قطعة أنا هعملها سادة، أنا هعمل قراقيش منها سادة ومنها بالعجوة. شفت انتي المنين اللي انتي بتجيبيه من الأفران؟ هو ده، يا إما قراقيش يا إما منين، هي اسمها كده. وبعد كده هطلعها هحطها على صينية. عندك العجلة اللي أنا اشتغلت بيها تمام، ما عندكيش يبقى بالسكينة، ما توقفيش نفسك على حاجة. نيجي نعمل بقى القراقيش اللي بالعجوة بتاعتنا. انا هفرد العجينه. بصي العجينه طول ما هي بتتفرد معاكي وايديكي فيها كويس، اعرفي ان هي خمرت كويس، ارتاحت كويس. نعمل العجينه على شكل اصابع، وبعد كده ننزل بيها على العجينه، وهنبتدي نلف العجينه بتاعتنا زي الرول، زي ما انتي شايفه كده. والزيادات هنبتدي نقطعها. الزيادات دي هنشتغل فيها تاني. نبطط كده الرول بتاعي ونقطعه برضو على حسب الكمية اللي انت عايزاها. وهبتدي اني انا ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة بالظبط، بس الفرن يكون سخن فوق وتحت. بصي بتطلع لك بالشكل اللي انت شايفاه ده، باللون الجميل ده، بالدوبان ده.
لو مشيتي على نفس المقادير ونفس الخطوات هتطلع لك بنفس الذوبان ده، جميلة وهشة وحلوة جدا وبألف هنا وشفا. وبصوا من كمية من 3 كوبايات ونص انا عملت كمية قد ايه. كميتها حلوة وشكلها جميل وهشة وجميلة، مقرمشة من بره وهشة جدا من جوه. لو هتروحي تجيبيها من الفرن مش هيديكي الطعم والريحة دي ومش هيديكي الكمية دي. جميلة 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 بألف هنا وشفا. معاكي ام يوسف من قناة أكلة وتكة. لو في اي استفسار ابعتيلي في التعليقات او اكتبيلي في الكومنت على اي تعليقات على اي كومنت انت عايزة